بيحصل ان بعض النساء اللي ما عندهمش ضمير اللي بيكونوا موجودين في الحمامات دي، هنفترض حسن النية، ولكن برضو ده ما فيهوش للاسف، ما يصحش، مش من الدين اصلا. فتروح تقول لابنها ده انا شفت لك حتة عروسة قمر، شفتيها فين يا ماما؟ شفتها في الحمام التركي ولا الحمام المغربي ومش عارف ايه، ده عليها اعزكم الله مش عارفه جسمها عامل ازاي، ده رجليها، وتبدا توصف وصف لا يليق اطلاقا انها توصفه. ما ينفعش اصلا ست توصف لست كده، فما بالك لو وصفتك لحد غريب؟ فدي نقطة بتبقى مهمة جدا. طيب العين حق، واحنا عارفين كلنا كمسلمين النقطة دي. ممكن تكوني انتي ما شاء الله ربنا ممتعك بقوام رشيق وأمورة وجميلة، فحد يبقى موجود مش زيك وبيتمنى يكون زيك، فينظر لك بعين الحاسد، فانتي تتأثري وتتعبي ويحصل في مشاكل بعدها. والحقيقة انا اعرف نماذج كتير حصل معاها كده، وبنات كتير حكولي وقالوا لي احنا حرمنا يا ندى ندخل الحمامات التركي او المغربي او كده من بعدها. تقول لي انا والله بقى في زرق في جلدي ما بيروحش، كانه بقى حاجه دائمه، ورحت اشوف يتعالج بالليزر او يتعالج بيه ما بيتعالجش، خلاص بقى نفس الشكل ده. انا مش بخوف البنات ولا الستات، ولكن بقول لازم قبل ما تدخلي حاجه زي كده تكوني عامله حسابك وعامله